قدام مسرح الاولمبياد في باريس وقف وقال له هضرب نفسي بالنار. مشهد مش هتشوفه غير مرة واحدة بس في حياتك. فايه حكاية الراجل ده وحكاية الناس اللي قامت تصلي على صوت الست في السودان؟ حكايات هتسمعها لأول مرة عن أم كلثوم، منها موضوع سفرها لتل أبيب في الحلقة دي. فأهلا بيك في حدوتة جديدة من حواديت رسلان أفندي اللي جايلك من زمن فات. بحكي لك عن حكاية واحدة من أخطر فنانين العرب خصوصا وقت الحرب. تخيل معايا لو كمان سنة قامت حرب بعد الشر يعني في مصر، تفتكر مين اللي من الفنانين هيقدر ان هو يلف محافظات مصر محافظة يغني فيها، وبعد ما يخلص مصر يلف على الدول العربية دولة، وبعد ما يخلصهم يلف العالم عشان يجمع فلوس لمصر عشان يسلح بيها الجيش من تاني؟ جه في بالك حد؟ مفيش طبعا. اهي ام كلثوم، الست اللي اتقال عنها مطربة الملك، وكانوا فاكرينها هتنتهي مع بداية ثورة يوليو سنة 1952، لكنها فاجأت الكل وبقت عمود من عمدان دولة يوليو. فكانت أهم فنانة لعبت دور في الحرب، ودورها ما وصلوش أي فنان قبلها. فما كانتش بتعمل أغاني حماسية وخلاص زي راجعين بقوة السلاح اللي ألفها صلاح جاهين ولحنها الصنباطي، ولا بتسجل نداءات حماسية لإذاعة الشرق الأوسط لتحفيز الجنود زي السبعة اللي كانت مسجلاهم بصوتها ليل نهار تتذاع في الراديو زي ما قالت مجلة الكواكب. ده وصل الحال بالست انها قالت لواحد من محررين المجلة ان حفلتها الجاية هتكون في تل أبيب، ولو فاكرها سكتت تبقى غلطان. دي بعتت خطاب للقيادة العسكرية بتطلب منهم انها تسافر الجبهة عشان تكلم الجنود المصريين من ارض المعركة، لكن طبعا اترفض لخطورة الموقف. قالوا انت عايزة تروحي فين يا ست؟ تعالي هنا، ده انت فخر العرب، ما ينفعش نوديك الجبهة دي، الدنيا لبش هناك. فلما طلع عبد الناصر للجماهير واعلن هزيمه مصر وتنحيه عن منصبه، انهارت الست من العياط وراحت لبدروم الفيلا بتاعها، واللي كان زي استوديو كده بتجرب فيه اغانيها، وقضت فيه كذا ليله مش بتعمل حاجه غير ان هي بتعيط، وكانت رافضه تقابل او تشوف اي حد، لكنها قررت تقوم تاني وتقف على رجليها، وقالت لنفسها انا لما وقفتش جنب مصر دلوقتي هقف جنبها امتى يعني؟ وبعد اسبوعين بالظبط من النكسة كانت ام كلثوم متبرعة بحوالي 20,000 جنيه استرليني لمصر، وده كان اجرها اللي اخدته من اذاعة في دولة الكويت مقابل ان الاذاعة تنشر اغانيها. والتبرع ده كان في الكتمتم كده ومحدش عرف بيه غير ان التسريب ده كان عن طريق واحد من اللي شغالين في وزارة المالية. ومن بعدها قررت الست ان هي تساعد بلدها وتطلعها من ازمتها على قد ما تقدر، فبدأت بتكوين هيئة التجمع الوطني، ودي كانت الهيئة اللي نشاطها كان بيدور حوالين زيارة الجنود المصابين في المستشفيات والترفيه عنهم، حاجة كده عشان النفسية خصوصا بعد النكسة، وكمان عشان الجيش يتبني من تاني لازم النفسية تكون حلوة. وبدأت كمان تطلب من الناس ان هم يقللوا استهلاكهم. اما بقى اولى الحفلات اللي عملتها عشان تدعم المجهود الحربي فكانت في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وطلعت الست من الحفلة دي بحوالي 76,000 جنيه للجيش المصري. ومن دمنهور كملت حفلاتها حوالي 6 سنين قبل حرب اكتوبر، فلفت كل محافظات مصر، وكانت الطوابير ملهاش نهاية قدام صالات الحفلات والمسارح اللي هتتعمل بعد 5 أو 6 شهور قبل ما تخلص. وعملت سومة، وخد بالك هتقولي مين سومة دي؟ ده ام كلثوم. حفلات في اسكندرية والمنصورة وطنطا، ففي حفلة اسكندرية لوحدها جمعت حوالي 100,000 جنيه مصري و42 كيلو دهب اتبرعوا بيه الستات الاسكندرانية عشان مصر وإكراما بس للست. وطلعت للدول العربية، غنت في لبنان والسودان وليبيا والإمارات. وخليني أخدك كده في مشوار صغير للسودان أوصف لك فيه الحالة اللي كان فيها الناس عاملة إزاي، خصوصا في أثناء حضور حفلة الست. تخيل معايا مسرح مليء آلاف الجماهير لدرجة إن الطرقة اللي بيعدوا منها عشان يدخلوا لمكانهم اتحط فيها كراسي، ومش كرسي ولا 2، دول 2000 كرسي بس في الطرقة عشان يستحمل المكان العدد ده كله. وحضر الحفلة فنانين ومغنيين ومثقفين وفقراء باعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان يحضروا بس حفلة الست، اللي بسبب حلاوة صوتها عبر الموجودين عن انبهارهم بأفعال غريبة جدا، زي إن منهم قام صلى في نص الحفلة وجوه المسرح وقت ما الست كانت بتغني. ربنا يهدي. مش مصدقين ان هم قدام الست، ولو عينك راحت لاي مكان في الجمهور هتلاقيه بيعيط واللي سرحان في ملكوت صوتها، وغير كده كتير. والغريب بقى ان الشعب كان عاوز يقفل المسرح القومي خالص بعد حفلتها، لان ما ينفعش حد يقف عليه من بعدها. عظمه يا ست.
ومن السودان لباريس. عملت الست ام كلثوم حفلتين فوق مسرح الاولمبيا المعروف. وهنا هتقول لي ايوه يا رسول افندي، بس هو مين اللي هيروح الست في باريس؟ اكيد الصاله كانت فاضيه. هقول لك الطوابير كانت فوق بعضها، لدرجه ان كوكا تريكس مدير المسرح قرر يزود الكراسي عشان يوسع من حجم المسرح ويقدر يشيل اعداد الناس دي كلها، واللي كان اغلبهم من العرب. اما المقصورات البعيده والغاليه فكانت للملوك والامراء عشان يكونوا بعيد عن الناس. ولما خلصت التذاكر كان في واحد من الناس نفسه يحضر الحفله، كان خلاص المسرح اتملى والتذاكر خلصت، فعرض على المسرح انه يدفع 100,000 يورو، لكن قالوا له حظ سعيد المره القادمه، فزود المبلغ ل 150,000. برضه قالوا له مفيش مكان. قال لهم وحياة راس جدي لو ما دخلتوني اسمع الست حتى لو واقف على رجلي هضرب نفسي بالنار وابوظ لكم الحفله دي كلها. وكانت حفله الست في باريس واحده من اجمل الحفلات اللي عملتها. ولما رجعت مصر بعدها عملت لها مرات الرئيس جمال عبد الناصر عزومه بنت لذينه بسبب نجاحها في باريس. ولما قابلت ناصر سالها ان كل اللي في السفاره المصريه عملوها وقابلوها معامله محترمه وعملوا معاها الواجب ولا لا؟ قالت لهم كلهم يا ريس عملوا معايا الواجب، بس في حاجه كده صغيره، السفير عبد المنعم النجار ما جاش يستقبلني في المطار وبعت لي مكانه المستشار الثقافي عشان يستقبلني، فما عداش كام اسبوع وكان النجار منقول للقاهره عقابا ليه على اللي عمله مع الست. ما كانتش سهله برضه. ما تستغربش بعلاقه الست بجمال عبد الناصر، كانت اكبر من كده بكتير على فكره، لانه زي ما بتقول كان شايفها علم ورمز زيها كده زي السد العالي بالظبط، مصدر دخل وواجهه مشرفه لمصر. ده غير ان هي كانت مسيطنه في المنطقه، فكانت المطربه الوحيده اللي مسموح ان هي تزور بيته في اي وقت. وكان بيربطها علاقه قويه جدا بتحيه قاسم مرات الرئيس، ما هي سيده مصر الاولى بقى الست مش تحيه، لان مرات الرئيس كانت بعيده عن الاضواء شويتين ثلاثه كده، فكانت اللي بتلمع في مصر هي الست. فلقب سيده مصر الاولى كان بتاعها على طول عهد جمال عبد الناصر. فبعد النكسه ما اكتفتش انها تطلب منه ان هو يرجع في قرار التنحي بس، ده عملت له اغنيه كامله بتقول له فيها يا بختك يا زعيم. ولما كانت الست في موسكو بترتب لحفلتها الجايه بعد حفله باريس اللي دغدغت الدنيا طبعا، جالها خبر موت جمال عبد الناصر فلغت الحفله طبعا. ومن وقت ما سمعت الخبر وهي بتعيط بس، واتقال من القريبين منها ان في جزء جواها مات مع موت جمال عبد الناصر، فعبرت عن حزنها للي حواليها وقالت انها حاسه باليتم خصوصا بعد موت جمال عبد الناصر. ووصل بها الحال انها قررت تعتزل، لكن تحيه قاسم وسامي شرف سكرتير الرئيس اقنعوها انها ترجع عن قرارها. ولما رجعت مصر غنت له الست اغنيه سجلتها بطلوع الروح، لانها كل ما كانت تيجي تقول كلمه تعيط وما تعرفش تكملها، وفضلت في الاستوديو من الساعه 12:30 لحد الساعه 8 الصبح بتحاول ان هي تطلع الاغنيه وما عرفتش. وكانت الأغنية بعنوان رسالة إلى الزعيم. وقبل ما تتنشر الأغنية دي كلمت أم كلثوم الإذاعة وطلبت منهم إن هم ما ينشروهاش، لأن الرئيس الجديد واللي هو الرئيس السادات قرر يطلع يتكلم مع الشعب، وده مش الوقت المناسب خالص للأغنية الحزينة اللي كانت بتتكلم على جمال عبد الناصر. ورغم دور الست الكبير قوي بعد النكسة ومجهودها الحربي اللي عملته من غير ما تمسك سلاح، لكن قوتها كانت بنفس تأثير وقوة السلاح بالظبط. فبعد عبد الناصر ووصول السادات للحكم بدأت شهرة الست تقل عن أيام الزعيم، مش بس عشان سنها كبر، لأنها سنة 70 كانت عدت 71 سنة، لكن كمان اتقال إن المنافسة بينها وبين السيدة جيهان على لقب السيدة الأولى كانت جامدة حبتين، لأن طول فترة عبد الناصر ولقب السيدة الأولى كان مع الست، فلما جت جيهان حست الست بالخطر وكأن اللقب بيتاخد منها. ومع بداية سنة 1971 بدأ المرض يهاجم الست، فاتصابت بالتهاب حاد في الكلى وفضلت تتعالج منه لحد ما ماتت. وبدأ صوتها يضعف بسبب سنها، خصوصا لما غلط الموسيقار محمد الموجي وعطاها لحن ما يناسبش إمكانياتها في الوقت ده خالص، وقت أغنية اسأل روحك. فبيقول الموجي إن الشيخوخة كانت وصلت لصوت الست ولقت صعوبة كبيرة في أداء الجمل اللي كانت طبقاتها عالية بعد ما كانت بتجيبها بكل بساطة وسهولة في الأول. وفي سنة 1975 ماتت واحدة من رموز مصر، الست اللي كانت مشرفانا في كل دول العالم عشان تسيب أثر يخلينا لحد دلوقتي وفي 2025 على القهوة مع رسلان أفندي
بنتكلم عليها. وهنا تخلص حدوته رسلان افندي مع اخر بق من كوبايه الشاي. ايه رايك بقى في الحفظ؟ شفت بقى بالاسباق انا اتجودت من عندي. دي بقى انا ما فهمتهاش بقى. يا جدعان انا بنحضر بس مش هنفهم طريقه افكاركم. و42 كيلو دهب. اصل انت بتقولوا 42 كيلو بتهزر. وحفلوا خد بالك انا مش جاي معاك الكلام من اول هنا. انا بقول انا بعمل كده عشان ارضي قدام ضميري قدام ربنا بس.